السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في القناة ديالكم قناة بريس أراب. إليكم عنوان هذا الفيديو: شاهد زياش لا يقنع مدربه والدكة تنتظره في مواجهة غالاتاساراي وألانيا سبور. لنتعرف على التفاصيل الكاملة. قبل ما ندخلوا إخواني الكرام التفاصيل، كنتمنى منكم ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناة باش توصلوا بالجديد انتم الأولا إن شاء الله. كشفت تقارير إعلامية تركية أن مدرب نادي غالاتاساراي قد حدد التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها نادي ألانيا سبور الاثنين المقبل برسم الجولة 32 من منافسات الدوري التركي الممتاز. وستعرف غياب الدول المغربي حكيم زياش من جديد. وحسب صحيفة فوتو سبورت التركية فإن حكيم زياش سيكون في دكة البدلاء في المباراة المقبلة بقرار فني من المدرب أوكان بوروك، علما أن اللاعب تعافى تماما من الإصابة التي عانى منها أخيرا وبات في أتم الجاهزية للتنافس. وكان زياش قد استعاد رسميته في آخر مباراة مع غالاتاساراي في الدوري التركي أمام هاتاي سبورت قبل أن يعيده مدربه إلى دكة البدلاء في نهائي سوبر الذي توج به فريقه بعد انسحاب فنربخشة في أول دقائق اللقاء الأحد الماضي. ومنعت الإصابات المتكررة حكيم زياش من تقديم المستويات المنتظرة منه مع غالاتاساراي، حيث شارك معه هذا الموسم في 17 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وساهم ب3 تمريرات حاسمة. ويحاول حكيم زياش استغلال المباريات المتبقية له مع ناديه غالاتاساراي لتقديم مستواه المعهود وإقناع مسؤولي الفريق التركي بمناقشة تفعيل بند شراء عقده من تشيلسي.